في عدم حل مشاكل التربيه والتعليم. واوجه كلامي الى سيد الدكتور وكيل وزاره رئيس مركز وزير الطنطا بصفته رئيسا للتنفيذيين على مستوى مركز وزير الطنطا وقرروا تجربه الاليات سواء كان شعبيا او تنفيذيا. فلهذا التقصير الادب يحضر الجلسات في هذا المجلس الوقت من الساده التنفيذيين ليسوا اصحاب قرار، اما ان الساده التنفيذيين ويقولون في الكلام داخل الجلسه ثم ينسوا الناس العمل بعد الخروج من الجلسه. أم أن التقسيم للجماعة؟ وأتساءل سؤال محدد إلى السيد الأستاذ مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية. هل من المعقول طلوع طلاب محولين من إدارة طنطا التعليمية إلى إدارة شرق طنطا التعليمية وإلحاقهم على مدرسة هي الأكثر كثافة على مستوى مركز ومدينة طنطا إن لم تكن على مستوى الجمهورية، وهي مجمع الشهيدين جامع البحيري والخرسين للتعليم الأساسي، حتى أصبحت المدرسة فترتين، وهو أسوأ نظام للتعليم في مصر أن تكون مدرسة فترتين بإدارة واحدة ونفس المدرسين. كما وجه سؤال إلى السيد مهندس هيئة التربية التعليمية، لماذا لم يتم البدء في إنشاء المدارس الآتية على سبيل المثال وليس الحصر، رغم وجود السيد مهندس هيئة التربية التعليمية وخطتهم بعيدة بإنهاء مشاكل والبدء في هذه المدارس، وهي مدرسة عزة المكينة الابتدائية، رغم أن الأرض تضرر من الأهالي وتم انتهاء جميع الإجراءات. مدرسة شغل الابتدائية الجديدة، رغم أن الأرض أملاك دولة وصدر بها قرار تخصيص. مدرسة كفر الحمى الإعدادية وهي أرض أوقاف، وقد وعد السيد مهندس هيئة التربية التعليمية منذ أكثر من عامين أنه تم الانتهاء من إجراءات الأرض مع هيئة الأوقاف وسوف يبدأ العمل بها قريبا. مدرسة كفر عصام الإعدادية، رغم أن الأرض تضرر من الأهالي وتم انتهاء جميع الإجراءات بها، لماذا لم يبدأ العمل بهذه المدارس حتى الآن؟ أما المشكلة التي تواجهها أبناء الطلاب في المدارس على مستوى مركز مدينة طنطا إن لم يكن على مستوى الجمهورية هي مشكلة العمالة. المدارس سعادة الرئيس ليس لها عمالة، والطلبة هم من يقومون بخدمة المدارس. هل هذا معقول في ظل انتشار الأمراض المعدية؟ وعلى سبيل المثال وليس الحصر، مدرسة الفكرة الابتدائية المشتركة لها عامل واحد، مدرسة الوحدة المجمعة الفكرة لها عامل واحد، مدرسة الفكرة الابتدائية الجديدة لا يوجد لها عمال نهائية، مجمع الشهيدين جامع البحيري والخرسين لها عاملة واحدة. كل المدارس يا سياده الوكيل ما فيهاش عمال. مدرسة الشهيد يوسف عبد العالي السلوى التفسير لها عاملة واحدة معوقة. وهل أبنائنا الطلاب يذهبون إلى المدارس لتلقى العلم قبل العمل في الوظيفة؟ ثم يقال في بعض الاجتماعات أن موضوع العمالة مفروض لمجلس الأمناء. هل مجلس الأمناء متبرع في المدرسة والوقوف على وسائل الطلاب أم على كل منهم دفع 100 جنيه شهريا لتعيين عمالة؟ هل هذا مطلوب؟ لماذا لم تحل هذه المشكلة كما خلاها السيد الدكتور يكون وزير رئيس مركز وزير الطنطا بالعمالة المؤقتة بالأجل؟ أما الفترة المدرسية يا سيد الرئيس ففي كل عام أصبح سؤال روتيني. ما هو سبب تأثيرات وعيش الحيوانات الجانبية بعد أسبوع؟ لأن أنا كده ما بحترمش الزميل اللي بيتكلم. اتفضل يا سيد. ما هو سبب تأثير وصول بعض الكتب المدرسية إلى المدارس؟ ولماذا يتم رفض تسليم الكتب لدفع المصروفات؟ وهذا مخالف للتعليمات الصادرة من جميع المسؤولين. أما مثل المدارس الخاصة سيادة الرئيس أصبحت أكثر من الدروس الخصوصية، فما هي النفس التي يتم عليها تحديد المصروفات بالمدارس الخاصة؟ أم أن الموضوع مطلوب من كل مدرسة تحدد على هواها قيمة المصروفات؟ لماذا يتم فرض تبرعات إجبارية على أولياء الأمور أثناء تحويل الطلبة من مدرسة إلى أخرى؟ سيادة الرئيس، في العام الماضي لمسنا قيام الأندية التعليمية بترميم بعض المدارس بطريقة بينة تحت مسمى مدارس الدولة، وهذا عام منع شيء من هذا القانون. فلماذا؟ أم أنها كانت فترة
أمن المشاجرة وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها من داخل المدرسة وخارج المدرسة مع هؤلاء الطلبة. ومع ذلك إذا كنت أطلق عليكم وأترك المجال لزملائي لعرض مشاكلهم وأشكركم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.